وانا بتفرج على قنوات الطبخ اكتر حاجه بتوقفني هي الكريب بالبشاميل. الطبقات والبشاميل اللي هو سايح والشكل من الاخر كده يقول لازم اجربها. النهارده هنعمله مع بعض بطريقه سهله ومضمونه من اول مره. هي وصفة الكريب بالبشاميل. وصفة لذيذة جدا، طعمها تحفة. أتمنى إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. وكمان على فكرة تنفع في العزومات وتنفع وصفة غداء أو عشاء، لذيذة جدا. وكمان هيحبها الأطفال لأن هي وصفة خفيفة وطعمها حلو. في البداية معاكم جهاد شوقي الحديدي، ودي قناتي. لو أول مرة تشوفي القناة يا ريت تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس علشان كل الفيديوهات الجديدة توصلك أول بأول. وكمان الفيديو ده لو عجبك أو استفدت منه ولو بمعلومة صغيرة، ولو أول مرة تشوفي الوصفة يا ريت تدعمي الفيديو والقناة بالضغط على زر اعجبني، وتشاركي الفيديو ده مع اصحابك ومعارفك علشان كمان يستفيدوا من الوصفة الجميلة دي. شايفين شكلها يفتح النفس، وكمان وصفة تحفة جدا. هعملها معاكم بالتفصيل وهعلمك ازاي تعمليها وتطلع ناجحة معاكي 100%. ولكن ما تنسيش تدعميني في القناة. يلا بينا نشوف مقادير الوصفة. في البداية هنجهز أولا الحشوة اللي هنحشي بيها الكريب. أول حاجة هنبتدي بيها الحشوة. أنا عندي هنا بواقي فراخ، دي فراخ كانت متسوية ودي قطعة فايضة منها. على فكرة ممكن تعمليها كمان بفراخ يعني غير يعني لسه ما استوتش، أو فراخ نية. تنفع كمان تلمي بيها مثلا لو عندك أي بواقي فراخ أي بواقي لحمة. الوصفة دي هتكون جميلة جدا جدا فيها. هنا البواقي الفراخ قطعتها قطع صغيرة بالشكل ده. معايا بصل مفروم، والبصل مفروم قطع صغيرة بالشكل ده. معايا فلفل اخضر متقطع قطع صغيره. لو حابين تستخدموا فلفل بارد على حسب رغبتكم او فلفل الوان زي ما تحبوا. معايا طماطم مقطعه قطع صغيره. معايا ملعقه كبيره من الثوم المفروم، وكمان الملح والبهارات، فلفل اسود، كمون، كزبره ناشفه، قليل من القرفه، قليل من الزنجبيل، وقليل من الكاري، ملعقه صغيره من كل حاجه. دي كل المقادير بتاعتنا اللي هنستخدمها ان شاء الله في الحشوه. ممكن تضيفوا اي نوع خضار، ممكن تضيفوا كمان بشر جزر هتبقى جميلة جدا، او جزر مبشور هتديها قيمة غذائية كمان، لان الخضار زي ما احنا عارفين مليء بالقيمة الغذائية. في طاسة على النار كده هضيف فيها شوية من الزيت عشان احمر فيهم البصل واشوح فيهم البصل لحد ما يبتدي يدبل كده ولونه يصفر معانا بالشكل ده. ممكن تستخدمي مع الزيت سمنة او زبدة على حسب رغبتك، كمان هيضيف نكهة حلوة وطعم حلو للوصفة. هسيب البصل بتاعي لحد ما يوصل للمرحلة دي زي ما انت شايفة بالشكل ده قبل ما اضيف عليه اي حاجة تانية. خلي بالك عشان البصل ما يتحرقش منك. بعد كده هبتدي انزل عليه بالملعقة الثوم المفروم، واقلب الثوم المفروم جيد جدا مع البصل. اول ما تبتدي ريحة الثوم الحلوة تظهر معانا كده هنبتدي ننزل عليه بالفلفل الاخضر المقطع مكعبات صغيرة، وزي ما قلت لك تقدري تضيفي فلفل حامي او فلفل الوان على حسب رغبتك، هيضيف برضو قيمة غذائية والوان حلوة وطعم حلو للوصفة. المتوفر عندك استخدميه، ولكن الفلفل لازم لان الفلفل بيدي نكهة حلوة جدا في الحشوة بتاعة الفراخ. اول ما هسيب الفلفل بتاعي شوية مع البصل والثوم لحد ما برضو يبتدي يدبل بالشكل ده. بعد كده هنزل بالطماطم المقطعة مكعبات صغيرة معانا كده. والتقليب مهم جدا، كل المكونات تتقلب مع بعضها علشان يتجانسوا مع بعض وياخدوا من نفس الطعم. بعد ما قلبنا كل المكونات مع بعضها انا ضفت للمكونات الخضار دي ضفت لهم حوالي نص كوباية من المية علشان الخضار بتاعي يستوي بشكل كويس وكمان ما ينشفش معايا. بعد كده ضفت الفراخ المقطعة معانا كده بالشكل ده. ضفتها زي ما قلت لكم، الفراخ دي كانت بواقي فراخ متسوية، قطعتها مكعبات صغيرة وضفتها على الخلطة دي.
الفراخ هتاخد من طعم كل الخضار ده وهتكون جميله جدا. بعد كده ضفت الملح والبهارات، وظبطي الملح على حسب المقدار اللي انت بتحبيه. بعد كده هنقلب كل المكونات دي مع بعضها وهنسيبها على نار متوسطه لحد ما يبتدوا يغلوا مع بعض كده. والريحه طبعا كانت تحفه جدا. والحشوه دي على فكره تنفع تحشوها في اي وصفه، هي حشوه جميله جدا. تنفع كمان تحشوها في الفطاير، تحطها في سندوتشات. هي وصفه، هي الحشوه دي لذيذه جدا جدا، وكمان مش مكلفه. يعني بقول لك دي من بواقي فراخ او حتى لو بواقي لحمه عندك هتسد معاكي وهتكون وصفه هايله. يبقى دي اول حاجة في الوصفة بتاعت اليوم خلصناها، وهنسيب الحشوة بتاعتنا على جنب لحد ما نجهز الجزء التاني وهو الكريب. والفيديو ده يعتبر غني لان في طريقة حشوة الفراخ، في طريقة الكريب، وكمان هنعمل مع بعض البشاميل في اخر الفيديو. مكونات الكريب معايا 2 كوب من الدقيق، 2 كوب من اللبن، ملعقة صغيرة من الخل، ربع كوباية من الزيت، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من السكر. دي المقادير بتاعة الكريبة. هنعمله من غير بيض وكمان هيطلع معانا تحفة جدا. هنحط المكونات بتاعتنا كلها في الخلاط. هنستخدم الخلاط في ضرب المكونات، وهنضرب المكونات بالتدريج. يعني هنضيف اللبن، دي اول كوباية، هنضيف الكوباية التانية، بعد كده هنضيف الزيت، وكمان هنضيف الخل، وهنضيف الملح والسكر. هناخد المكونات السائلة دي هنضربها كده ضربتين في الخلاط. ده شكلها بعد ما ضربناها في الخلاط. هنبتدي نضيف اول كوباية دقيق بالشكل ده. هنضيف اول كوباية وهناخدها على الخلاط نضربها. دي بعد ما ضربناها في الخلاط وخلطناها بالشكل ده مع المكونات السائلة. دي تاني كوباية من الدقيق. ومقدار الكريب هو دايما يعني كمية الدقيق قد كمية السائل. يعني مثلا كوباية لبن عليها كوباية دقيق. ده القوام بتاع الكريب بيكون سائل بالشكل ده. بعد كده عندنا في طاسة على النار. ادهني الطاسة دهنة خفيفة او مسحة خفيفة من الزيت من كل الجوانب. بعد كده هنبتدي ننزل باول كبشة من عجينة الكريب بالشكل ده. وحركي كل الكمية العجينة بتاعة الكريب في الطاسة بالشكل ده عشان تكون متوزعة بشكل متساوي. وكمان هنخلي درجة الحرارة هادية، يعني هادية او متوسطة، حاجة بسيطة علشان الكريب بتاعنا يستوي بشكل كويس. اول ما تنزلي بيه عجينه الكريب ما تقلبيش الكريب تماما، سيبيه لحد ما يبتدي ينشف من الجوانب. وانا هوريكي كل الخطوات في الفيديو ده بالتفصيل علشان تعرفي تعمليه بالتفصيل. اول ما يبتدي ينشف كده ويفصل عن الطاسه او يتحرك كده، بعد كده هنبتدي نقلبه. بعد كده انا قلبتها بالشكل ده، وده شكلها. هي اول مسحه، هي الطاسه اول مره بس بنمسحها بالزيت. بعد كده خلاص ما بتحطيش زيت تاني. بنضيف باقي عجينه الكريب ونبتدي نسويها كلها بالشكل ده. دي تاني مره. على فكره اول مره بتكون يعني زي تجربه كده بتظبطي معاها الكريب. بعد كده الكريب بتاعك بيظبط معاك وبيبقى حلو جدا بالشكل ده. اول ما تمسكي الطاسه كده وتلاقيها اتحركت من الطاسه يبقى هي كده استوت تمام جدا جدا، وده دليل على نجاحها زي ما انت شايفاها بالشكل ده. وطبعا تخلي بالك يعني ما تحطيش عجينه الكريب وتمشي، لازم تكوني واقفه جنبها علشان اول ما تفصل وتنشف كده، مش تنشف اول ما عجينه الكريب بتفصل كده من الجوانب يبقى كده الكريب بتاعنا محتاج يتقلب. هو بتقولك انا محتاجه اتقلب. بعد كده هتبتدي تقلبيها على الجنب التاني علشان تسويها من الجنب التاني. وكمان خطوه مهمه جدا، لازم الكريب بتاعك اول ما تطلعيه وتغطيه على طول بفوطه علشان يفضل طري معاكي. لكن لو سبتيه مش متغطي هتلاقي الكريب بتاعك ابتدى ينشف من الجوانب ويتكسر. يبقى خطوه التغطيه مهمه جدا. هتجيبي فوطه نظيفه اول ما الكريب بتاعك يبتدي يطلع هتغطي واحده ورا التانيه بالفوطه. يعني اول تحطي واحده وتغطي هتحطي التانيه وتغطي علشان الكريب بتاعك يفضل محتفظ بالطراوه بتاعته ويكون معاكي ناجح وطعمه حلو. دي خطوات الكريب معانا. انا بينتلك هنا خطوات الكريب بالتفصيل واحده واحده لحد ما تبتدي تخلصي الكميه اللي عندك. وكان ناجح جدا جدا وطعمه لذيذ ومن غير بيض. بعد كده ما خلصنا الكميه هوريكي ازاي الكريب بتاعنا طالع معانا ناجح وطري. ده كده شايفه الطراوه بتاعه الكريب.
الخطوة اللي بعد كده هنبتدي نعمل مع بعض آخر حاجة وهي البشاميل. هنحط كمية من الزيت، مثلا 3 معالق من الزيت عليهم 3 معالق من الدقيق، او لو هتستخدمي سمنة او زبدة برضو هيكون 3 معالق من المادة الدهنية قدهم 3 معالق من الدقيق بالشكل ده. وهنبتدي ننزل بيهم ونحرك الدقيق مع المادة الدهنية بالشكل ده لحد الدقيق بتاعنا ما يبتدي يستوي والطعم الني يروح منه، او طعم او ريحة الدقيق تروح منه ويبتدي يستوي بشكل كويس. خلي بالك علشان ما يتحرقش منك لانه بيتحرق بسرعة، تحركي باستمرار. بعد كده هننزل باللبن بتاعنا بالتدريج ونقلب، عشان لازم التقليب باستمرار علشان البشاميل بتاعك ما يتكتلش منك ويكون كله قوام كريمي وناعم بالشكل ده. كمان ضفت مكعب من المرقة وقلبت باستمرار بسرعة زي ما انت شايفة كده. يبقى التقليب بسرعة وفي نفس الاتجاه علشان البشاميل بتاعك يكون طري، يكون ناعم وقوامه كريمي زي ما انت شايفة كده. اول ما يبتدي يوصل للقوام ده وكله تجانس مع بعضه هبتدي انزل بالملح وكمون فلفل اسود واقلب كويس جدا برضو باستمرار علشان احصل على القوام المثالي والمطلوب للبشاميل. البشاميل بتاعي هنا قوامه متوسط، لا هو سميك ولا هو خفيف قوي. انا بحب البشاميل يكون يعني يكون متوسط كده ويكون زي ما انت شايفة كده كريمي وناعم. بقى كده معانا كل المكونات بتاعتنا، معانا الحشوة بتاعت الفراخ ومعانا البشاميل ومعانا الكريب. وهنجيب صينية بالشكل ده، انا استخدمت هنا الصينية البايركس. اول حاجة هبتدي اضيف كبشتين من البشاميل كده في الصينية، وهدهن الصينية كلها بالبشاميل زي ما انت شايفة كده. ووزعي البشاميل بالتساوي في جوانب الصينية. بعد كده هجيب الكريب بتاعي افرده كده وهحط فيه حشوة الفراخ. ابتدي اضيفي حشوة الفراخ وهبتدي الف الكريب. اولا هقفل من الجوانب، بعد كده هبتدي الفه رول زي ما انت شايفة بالشكل ده، زي ما يكون زي الساندوتش كده. وهبتدي ارص في الصينية لحد ما اخلص الكمية اللي عندي. وده الشكل النهائي. الخطوة اللي بعد كده هبتدي انزل بالبشاميل بتاعي. ابتدي ساوي الكريب بتاعك في جوانب الصينية كلها ويغطي كل الكريب بالبشاميل. وصفة هايلة جدا جدا وتحفة، لازم تجربوها وتقولوا رأيكم في التعليقات. وهي من الوصفات القليله اللي بتتعمل. بعد كده على فكره ممكن تحطي على وش البشاميل اللي احنا عملناه ده شويه من مبشور الجبن او الجبن المتشكله، وبعد كده تدخليها الفرن تحت الشوايه. او لو من غير جبن، انا عملتها من غير جبن ودخلت الصينيه بتاعتي تحت الشوايه فقط لا غير. اخذت الوش التحفه اللي انتم شايفينه ده من غير جبن ومن غير اي حاجه، ومن غير برضو ما دهنتها بيض ولا اي حاجه، هو البشاميل فقط لا غير. وحطيتها تحت الشوايه، وكمان خلي بالك منها وتحت الشوايه علشان كلها تحمر بشكل كويس وما تتحرقش منك، لان خلي بالك لان الشوايه ممكن تحرق منك الوش بتاع البشاميل. لازم تكوني حطها وقاعده جنبها علشان تحركي الصينيه تحت الشوايه علشان كل الجوانب تاخد اللون الذهبي الجميل ده اللي انت شايفاه. وخطوة الجبن دي خطوة اختيارية، حابة تضيفيها هتبقى جميلة جدا، مش حابة مفيش أي مشكلة. الوصفة طالعة تحفة جدا. قولوا رأيكم في التعليقات وما تنسوش تضغطوا على زر أعجبني. والسلام عليكم ورحمة الله.